فصل في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصته، ولا يبغض الأنصار رجل مؤمن بالله واليوم الآخر. يا مبغضا أهل الحديث وشاثما أبشر بعقد ولاية الشيطان، أوما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن، أوما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران. هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان؟ شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان. أوما علمت بأن خزرج دينه والأوس هم أبدا بكل زمان، ما ذنبهم إذ خالفوك لقوله ما خالفوه لأجل قول فلان. لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حقا أولو الإيمان. لما تحيزتم إلى الأشياخ وانحازوا إلى المبعوث بالفرقان، نسبوا إليه دون كل مقالة أو قائل أو حالة ومكان. هذا انتساب أولي التفرق نسبة من 4 معلومة التبيان، فلذا غضبتم حيثما انتسبوا إلى غير الرسول بنسبة الإحسان، فوضعتم لهم من الألقاب ما تستقبحون وذا من العدوان. هم يشهدونكم على بطلانها أفتشهدونهم على البطلان؟